الآن لما يفتح الإنسان محفظته ويخرج 100 ريال ويتصدق بها، المحفظة ماذا حصل لها؟ زادت ولا نقصت؟ كان فيها 1000 وأخذ منها 100، أصبحت كم؟ 900، نقصت. فالمعروف أن الإخراج يكون فيه نقص، هذا المعروف، هذا المعروف عند الناس. عنده أكياس من الأرز 10 أكياس، أخذ منها 5 وتصدق بها، نقصت وإلا ما نقصت؟ في الظاهر أصبحت 5، كانت 10. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تنقص المال. سبحان الله، مع أننا نرى أن الشخص يخرج من محفظته وفيها 1000، يخرج منها 100 تصبح 900، لكن الحديث يقول ما نقصت صدقة من مال. هنا أمر عظيم يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة، ينبغي أن يتنبه له كل متصدق، وهو أن البركة التي تكون في المال من الله سبحانه وتعالى، البركة التي تكون في المال من الله سبحانه وتعالى. ولهذا المتصدق الذي نفسه طيبة بالصدقة يخرجها، يخرج المال من هذه المحفظة اليوم وبعدها بساعة يدخل مثلها وضعفه عليه من أبواب الرزق التي هيأها الله سبحانه وتعالى لعباده، هيأها الله سبحانه وتعالى لعباده. أحد الآباء يروي قصة طريفة أسمعكم إياها عن بنته في المرحلة الابتدائية، في الثانية أو الثالثة ابتدائي، له ابنتان يعطيهما مصروف، تشتري كل واحدة في الفسحة شيئا تأكله مع الطالبات. الصغرى منهما وكان الذي يعطيها والدها هي أخته، كل واحدة 5 ريال. الصغرى منهما رأت بنتا فقيرة وسألتها، قالت ما اشتريتي شيء؟ قالت ما عندي نقود أشتري. فأعطتها 5 كاملة، آثرتها ثانية ابتدائي أو ثالثة ابتدائي، آثرتها بفسحتها. فرأتها أختها الكبيرة، قال ليش ما اشتريتي؟ قالت لقيت بنت فقيرة وأعطيتها 5. فأختها الكبيرة عطفت عليها وأعطتها ريال من 5، فاشترت علبة من البسكوت. وكانت الشركة وعمل الشركة هذا فيه نظر، لكن نحكي لكم الحاصل. كانت تضع الشركة في بعض البساكيت نقود، وتعلن للناس أن فيها بعض البساكيت فيها نقود لمن يفوز بها. فاشترت بريالها بسكوت في نفس اليوم، وفتحت فإذا فيه 50 ريال، المضاعفة 10 مرات في نفس اليوم، في نفس اليوم المضاعفة. هذه أبواب، هذا قصة من قصص الله يهيئ، الله سبحانه وتعالى يهيئ أمورا ما تخطر على بال المتصدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نقصت صدقة من مال، بل جاء في بعض الأحاديث قال بل تزده. هذا الذي ترونه ينقص هو لا ينقص، يزيد، لأن الصدقة يبارك الله سبحانه وتعالى في مال المتصدق ولا يزال ماله في زيادة. فالصدقة لا تنقص المال، هذه واحدة. الناس يظنون أن الواحد إذا تصدق نقص ماله، والأمر على خلاف ما يظنون. الصدقة تزيد المال ولا تنقصه.